كابتن، بعد ما يعني خلصنا الوحدات التدريبيه اللي ببغداد قبل لا يسافر السيد ناظم، قلنا له سيد احنا اذا على مستوى وزير يتدخل ويقول لك فلان وفلان، انت ترى بس تسافر احنا نروح بالرجلين. قال شنو تردونه؟ قلنا له على الاقل سوي لنا مطالعه، اكتب ذول اريدهم احتاجهم موقعها وهذا ودزها للاتحاد حتى يصرون علينا. قال بقاي بقاكم. هو حتى الله يذكره بالخير الاستاذ علي عيسى، زين، واشهد له يعني انا كان موجود ويانا من كنا قاعدين بالجلسه، انا وحسين عبد علي وثير، وهو راح على جنب يعني تكتر، قال حتى اترك المجال لكم. اخذ المطالعه من المدرب وراحوا الاتحاد طلعوا بيها. مدرب يريدنا، زين، يقول له لا، مع الوزير بمكتبه، يقول له لا ما يريدهم، يختار بس واحد او يختار بس اثنين، وليش فلان وليش هذا. اخير شيء كابتن محمد ناصر وابو عباس سالعي جبار، نعم، قال له يابا يريد قبل، قال له سالعي جبار تفضل هاي المطالعه ويريدهم. قال له هذا ما ممكن يبقى، ما اعرف شنو، ما اعرف يعني شو التفاصيل. المهم اللغه المعسكر ماشي راسي. اوكي، نعم. انطبع الامر الاداري، اسمي ما موجود وبعض اللاعبين، قلت له ما نرجع بعد يعني البطوله شنو وراي هو طريق. كيف المدرب يلغي المعسكر؟ ما اعرف انا، لو الاتحاد هو اللي يخطط وين تروحون وين تجون، لو انا غلطان. غيركم عندكم تخطيط، هم اللي كابتن المعسكرات التدريبيه. هو كمنهاج قدمه المدرب، تجمع ببغداد صبح وعصر، اسبوع بعدها يروح معسكر بشيراز. شيراز شركه صادره خاصه بالمدرب، يعني كفندق كملعب كمباريات كقاعه، حسب الحكي اللي وصل لي بانه يعني مسوي لسته مبالغ يعني طايله، على اساس مبلغ يعني كلش كبير ما يصرف الاتحاد. اتصلوا بشخص طاهر، زين، يعرفون الاتحاد، يترجم لهم وسبقا عملوا وياهم. تمام. قالوا له سوي لنا معسكر بطهران، سوى لهم معسكر بطهران. هالحكي احنا شنو هاي التفاصيل ما ندري بيها. الاتحاد بكفه وبشق، واحنا قاعدين مغادرين بالرسم شنو بشق، ما نعرف شنو، من الساعه 12 لحد الساعه تقريبا بالاربعه ونص العصر، على اساس الفريق يسافر من مطار بغداد الطهران، من طهران الشيراز. المهم رجعت انا بعد للبصره. يوم ثاني صار المعسكر بطهران، راحوا للنجف، نجف سافروا، وصلوا هناك سيد ناظم ماجد دز لي مسج، زين، صوتيه على الواتساب، قال لي كوتش احمد قرار دار كنسل، هوتيل كنسل، زين خلاص، يعني معناها انا عقدي بعد كنسلته والهوتيل وكل شيء بعد، انا يعني خلاص بعد. وانت هم كنسلوك الاتحاد الكره القدم والمدرب، وانضمت بهذا الاتحاد هسه بخت. المهم كابتن، انا ما قلت له ما موجود وما اعرف شنو هذا ابد، قلت له ان شاء الله خير والمنتخب ان شاء الله باكر يجي، بحكم احنا تواصلنا زين وحرصنا على المنتخب، نريده بس يسافر ويستقر. ليش؟ لانهم يتعاقدون ويا مدرب يريدون يطورون اللعبه، احنا جزء من اللعبه وهم جزء من اللعبه. صح هم اجوا وتبووا مناصب وهذا، بس هم لا ينظرون بس لنفسهم، احنا هم تعبنا باللعبه، احنا هم تاريخ. اكيد انت ابن اللعبه محمد. خروجنا من بطوله اسيا محمد، من هو يتحمل مسؤوليتها، فنيه ام اداريه؟ باسرع وقت ومختصر، الله يوفقك. اريد اختم. كابتن، هي الاخطاء تقريبا نفسها تكررت بالبطوله غرب اسيا، نعم، وبالبطوله العربيه، زين، والبطوله نهايات اسيا. اذا كانت عندنا مشكله بالزياده العدديه. اذا الخلل بالمدرب لو باللاعبين؟ لا، الخلل فني. اليوم انا لاعب تعطيني واجب، اكو يعني تكتيك اللي هو باور بلاي، زين، صار عندنا اخفاق بي ويا البحرين بالتصفيات بالامارات، ما عرفنا شلون نعالج الباور بلاي الزياده العدديه. اخفقنا بيه ويا السعوديه بدقيقه جول صار علينا وطلعنا من غرب اسيا. اخفقنا بيه ويا المغرب، زين. اذا نفس الاخطاء تعادل، نفس الاخطاء تعادل. اجينا ويا الكويت يلعب علينا شوط، زين، انت يا كادر تدريبي، زين، ككل ما عرفت مثلا شلون يابا بيسوي زياده عينه، احنا شلون ندافع مثلا من، زين، ينطرد من عندهم لاعب نلعب دقيقتين 5 ضد 3 زياده. ليش العب انا 5 ضد 3؟ العب 5، العب 4 لاعبين ضد 3، انا نلعب زياده دقيقتين. هذا اللاعب راح يظل باله وين؟ يظل باله بانه ملعب
لاعب طار اللي هو باور بلاي مو كان حارس المرمى وتارك الهدف ماله، فالدقيقتين تنقتل بها شذوذ ذهني يصير. انا شلون اسوي؟ فهو الاخفاق كابتن صار متراكم ليش؟ تخبطات، اختبارات بالشمال، زين تشكيله شكل. انت مع بقاء المدرب ام لا؟ سيد ناظم؟ نعم، انت مع بقاء سيد ناظم ام لا؟ لا، السيد ناظم اعطيت بوجهه نظري ودزيت رساله السيد فراس بحر العلوم والاستاذ يحيى صغير. قلت له بالنسبه لهذا المدرب اللي كانوا منجحينه، زين، هاشم حسن زاده اللي هو مدرب اندونيسيا العبر مرحله ثانيه. انت مع بقاء ام لا؟ باختصار. لا، ليس مع بقاء. شكرا محمد، شكرا، كنت ضيف مميز وفتحت لي قلبك وحكيت لي كل المخفي. اتمنى لك الموفقيه وان شاء الله نشوفك بحلقات قادمه. لا يسعني الا الختام، اخوكم هجان كريم. شكرا لك استاذ محمد. شكرا جزيلا.